ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهارده هنعمل مع بعض الفراخ المشوية بطريقة سهلة وبسيطة، وكمان من غير دربكة كتير ومواعين كتير. طبعا زي ما انتم شايفين ده شكل الفراخ بتاعتنا اهي. بصوا واخدة لون حلو جدا، محطلناش صلصة ولا اي حاجة، وطبعا دايبة خالص. تعالوا نشوف مع بعض المقادير بتاعتنا وعملناها ازاي. طبعا اول حاجة معايا ان انا غسلت الفراخ كويس جدا وسبتها في محلول النقع بتاعها. انا عاملاه معاكم قبل كده في فيديو على القناة. تمام. عندي هنا بقى هنعمل الخلطة بتاعتي، عبارة عن بصلتين كبار وثلاث حبات من الطماطم. طبعا هنحط الطماطم الاول عشان تسهل علينا في الخلاط ان هو يضرب كويس، عشان احنا مش هنحط مية. تمام. وممكن نحط قرن فلفل حامي او الفلفل اللي هو الرومي العادي. تمام كده. وبعد كده هنحط البصل بتاعنا. لو حابة ان انتي تبشري الكلام ده مفيش اي مشكلة، ممكن نبشره، بس حبيت ان انا اسهل عليكم، يعني ان احنا هنضربه في الخلاط، مش هنخليه ناعم، هنخليه خشن زي ما انتوا شايفين كده، كأنه بالظبط مبشور. تمام. طبعا الفراخ بتاعتي سايباها تتصفى. هنحط بقى بهارات الفراخ، والبهارات الفراخ دي اللي هي الجاهزة، فيها كل التوابل بصراحة، توم باودر وبصل باودر وزعتر وكده. حطينا معلقتين ومعلقتين فلفل اسمر وثلاث معالق ملح، عشان المعلقة اللي انا مستخدماها دي صغيرة. وبعد كده نحط شوية زيت. طبعا انا دقت الخلطة دي لقيتها الملح بتاعها مظبوط يعني، وهبتدي ان انا اقلبهم بقى كده بالشوكة. دي بصراحة اسهل خلطة للفراخ المشوية. لو عادي مش حابة ان انت تحطيها في الكيس الحراري، هتعملي التتبيلة وكل حاجة وهتشويها عادي في الفرن. عندي هنا الفرخة بتاعتي بقى بعد ما غسلتها كويس جدا، وكمان عملت لها محلول النقع بتاعها يشيل منه اي زفارة. فتحت بقى ما بين الجلد واللحم كده عشان ادخل التتبيلة بتاعتي في الايه، في الفرخة. هبتدي بقى بالمعلقة كده ان انا ادخل تحت الجلد واللحم كده، وكمان من جوه، عشان تديني طعم حلو للفراخ. طبعا الفراخ بتاعتي هتكون اي وزن احنا حابينه. هتبلها بقى كويس جدا. هجيب بس حاجة احطها، يعني حاجة غويطة كده احطها فيها، عشان هحط كمان بقية التتبيلة بتاعتي. هقلب بقى كده كويس، وهسيبها بقى من ساعة لساعتين كده بقى ايه تتبل معايا. وبعد كده هنجهز الكيس الحراري بتاعي بقى. بص انا جبت الصينية اللي هي بتاعت البيتزا عادي، او اي صينية انتوا حابينها، وده النوع اللي انا بستخدمه في الكيس الحراري، نوع حلو يعني. هجيب بقى الكيس بتاعي كده وافتحه. مش هنحط بقى ولا دقيق ولا اي حاجة، هي ان شاء الله مش هتلزق يعني. طبعا في المرحلة دي بنكون مسخنين الفرن بتاعنا كويس جدا، يعني بتكون كمان الشواية والعة. هجيب بقى الفرخة بتاعتي كده واحطها. بعد ما حطيت الفرخة بقى كده في كيس، كل التتبيلة بتاعتي هحطها برضو كده على وش الفرخة ومن جوه، مش هسيب يعني بصراحة حاجة. طبعا محطلناش اي سوائل خالص، هي التتبيلة فيها كل حاجة. وهي طبعا الفرخة لما بتيجي تستوي هتطلع كل السوائل اللي فيها. هنبتدي بقى اهو نظبط التتبيلة بتاعتي، وهنجيب بقى شوية من الزيت هنحطهم بس على وش الفرخة بتاعتي. هتدينا برضو لون حلو. وهنبتدي بقى نقفل الكيس كويس
بيجي كده مع الكيس اللي هو الحراري ده، الرباط بتاع الكيس ده بنربطه عادي، بنبرمه كده كويس اهو، اللي هو الابيض ده شايفينه. وخلاص كده عندي الفرخة جاهزة. هبتدي بس ان انا افتح فتحتين كده في الكيس، عشان لو ما فتحتش الفتحتين دول بصراحة ممكن الكيس يعني ايه يفرقع كده في الفرن، فده ايه زي تهوية كده. ونحطها بقى على نحطها بقى في الفرن، الرف اللي هو التحتاني خالص. ولما تستوي معانا هنطلعها، نفتح الكيس كده ونطلعها على الشواية. شايفين بقى بعد ما خرجت معايا، بصوا الريحة عايزة اقولكوا حلوة جدا ودايبة خالص. انا طبعا معرفتش اقطعها بس عشان كانت سخنة جدا. هنا انا فتحت الكيس عشان تاخد معايا لون. طبعا السوائل اللي نزلت منها دي كويسة جدا، تاخديها وتعملي منها احلى شوية رز بصراحة، حلوين جدا. تمام. انا ما حطيتش اي صلصة ولا اي حاجة، ده اللون بتاعها يا دوبك بس خدت لون كده ورحت مطلعاها.